هقول لك الفرق بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك في 30 ثانيه. في سنه 2018 تم استبعاد كابتن حسام غالي من القائمه النهائيه المشاركه في كاس العالم لمنتخب مصر، وده كان بسبب مشكله شخصيه بينه وبين المدرب. مشكله شخصيه، ها ركز معايا. ايه هي بقى المشكله الشخصيه دي يا معلم؟ وجمهور الاهلي اتعامل معاها ازاي؟ في احدى مباريات التصفيات المؤهله لكاس العالم كابتن حسام غالي رفض ان المنتخب كله يلعب كره دفاعيه، وده على عكس ما بيحب كابتن كوبر مدرب المنتخب ساعتها. لكن حسام غالي كانت كلمته اقوى من المدرب ومسموعه عند اللعيبه، واللعيبه كلها بتسمع كلامه وبتهاجم وبيسجلوا جون وبنصعد كاس عالم. وكانت مكافئته طبعا من كابتن كوبر هي استبعاد كابتن حسام غالي من القائمه النهائيه المشاركه في كاس العالم. ركز هنا بقى كده، جمهور الاهلي ساند المنتخب وشجع المنتخب بكل روح عادي جدا، محدش فيهم قال اصل اللاعب ده ماضي للزمالك، اصل اللاعب ده بتاع الاهلي، اصل المدرب ده منحاز، على عكس اللي حصل تماما مع مصطفى محمد السنه دي. لا، اصل حسام حسن بيجامل الاهلي على قفا المنتخب عشان يدرب الاهلي بعد المنتخب، يا حلاوه. لا، وخد التقيله بقى، مصطفى محمد هداف الدوري الفرنسي سنتين على التوالي، فازاي ما يروحش كاس العالم؟ يا حبيب قلبي انا عايزك تقول لي احصائيات كابتن مصطفى محمد اخر سنتين مع نانت الفرنسي، لو كان عدى ال10 اهداف فاديك اللي انت عايزه. فلك ان تتخيل بقى ان كابتن حسام غالي واحد من اعظم اللعيبه اللي لمسوا كره في تاريخ مصر كلها تم استبعاده من قائمه المنتخب المشاركه في كاس العالم 2018، وجمهور الاهلي ساند المنتخب عادي جدا. لكن واحد زي مصطفى محمد ما سجلش 3 اهداف على بعض مع الفريق بتاعه وهبط درجه ثانيه السنه دي، وعايزينه يروح كاس العالم، ولما ما راحش خلاص بقى المدرب اهلاوي. وهو ده الفرق بين جمهور الاهلي والزمالك يا عزيزي. الاهلي بيساند المنتخب عادي جدا، الزمالك بيحسبها اهلي وزمالك.